ومعنا من لندن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، هناك حديث كثير ومتداول في الأوساط الغربية عن فرض عقوبات على النظام السوري وعلى شخصيات سياسية سورية. هل ستكون لهذه العقوبات أي أوزان على الساحة السورية؟ أول شيء مساء الخير وتحية إلى أرواح شهداء سوريا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات والثورة القائمة في سوريا من المدنيين والعسكريين. أنا أعتقد أن العقوبات التي ستفرض على سوريا، هذه العقوبات لن تؤثر على تحركات النظام بالاستمرار بقيام ما يقوم به الآن من حملة قمع للاحتجاجات، حملة اعتقالات. أعتقد العقوبات جربت على النظام السوري سابقا ولم تعطي أي نتيجة. نحن نعول على الشعب السوري أولا وأخيرا، إذا لم يتحرك الشعب السوري، إذا لم يطالب الشعب السوري بالديمقراطية، فكل هذه العقوبات تصبح كلام ذات لا جدوى منها. الآن الشعب السوري هو الذي يرسم تاريخه بيده. إذا هذا الشعب أراد أن يبقى خارج إطار الديمقراطية فهذا الأمر يعود للشعب السوري، وإذا الشعب السوري قرر التحرك فلا أعتقد أنه يحتاج لا لعقوبات أمريكية ولا لعقوبات أوروبية. ولكن الآن ما يجري في سوريا هو قبضة حديدية، ويقول الجيش السوري تحديدا بأنه تمكن من تطهير ما سماها بعض البؤر ممن سماهم المخربين والمندسين. البؤر من المندسين والمخربين، أنا أقول الآن نريد، تحدثت بها أكثر من مرة، هناك إذا كانت هناك مجموعات مندسين ومسلحين في درعا وإلى آخره مثل ما يقولون، هناك أيضا مجموعات مسلحة موجودة في مدينة بانياس وجبلي واللاذقية، مجموعات تسمى الشبيحة. هذه المجموعات لها سلاح معروف وتتحرك بشكل علني ولا أحد يعتقلها، مرتبطة بضباط أمن فاسدين. لماذا لا يقوم السيد وزير الداخلية بإرسال قوته إلى مدينة بانياس وجبلي واللاذقية من أجل نزع سلاح هذه المجموعات المسلحة وإحالتها للقضاء؟ هل المندسون والمسلحون فقط هم في درعا أم في حمص والرستان أو في بعض أحياء مدينة بانياس؟ نقول الآن للسيد وزير الداخلية، أليس من قام بالهجوم على مسجد أبو بكر الصديق في بانياس من الشبيحة هؤلاء ليسوا مسلحين؟ ليسوا مسلحون؟ من أعطى الأوامر لهؤلاء فليقتلوا الناس أسامة الشيخ وآخرين في مدينة بانياس وجبلة واللاذقية؟ هؤلاء من يحمي هؤلاء؟ ألا يحميهم ضباط الأمن الفاسدين؟ لماذا لا يقوموا بقمع هؤلاء أولا؟ لماذا لا يقوموا باعتقال هؤلاء وإحالتهم للقضاء؟ لماذا هؤلاء يعملون بشكل علني ولا أحد يتحدث معهم؟ ولكن ما مدى أن تكون المعالجة الأمنية قادرة إلى حد كبير على إخماد هذه الحركة الاحتجاجية الواسعة في سوريا؟ المعالجة الأمنية لم ولن تنجح. الحل الوحيد هو بإرساء مجتمع ديمقراطي في سوريا. المعالجة الأمنية جربت، وأعتقد وأنا متأكد أن هذه المعالجة الأمنية لم ولن تنجح. هناك مظاهرات في حلب كانت يوم أمس في باب النيرب، هناك كان مظاهرات في إدلب، مظاهرة الآن قبل قليل انتهت مظاهرة في مدينة بانياس، مظاهرة في قرية البيضاء. المظاهرات مستمرة. الحل الأمني لن ينفع. الحل الأمني اتخذ في منتصف أو في 21 من الشهر الماضي عندما رفعت حالة الطوارئ وصدر معها قانون قانون التظاهر، يسمى قانون مكافحة الإرهاب، قانون التظاهر. أقر قانون التظاهر، وفي اليوم التالي جرت حملة اعتقالات كبيرة، قتل العديد من المتظاهرين في كافة المدن السورية أو في ريف دمشق ودرعا. الآن هناك اعتقالات بالمئات إن لم نقل تصل إلى الآلاف. يحال المعتقلون الآن، المتظاهرون يحالون إلى القضاء بتهمة النيل من هيبة الدولة. هذه الحل القمعي والحل الأمني لن يجدي نفعا. المطالبة الديمقراطية سوف تستمر، والمطالبة بتحقيق سوريا مجتمع ديمقراطي لكافة أبنائه أعتقد أنها قطار انطلق ولن يتوقف. أشكرك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا.